من مليونيرات الرقص في مصر، وبتاخد في الساعة الواحدة 65,000 جنيه، وكل ما تزيد فقرتها ترفع الفيزيتا. عندها فيلا في أمريكا و3 في العاصمة وشقتين في الساحل الشمالي ومجوهرات بملايين الدولارات، وبدل العربية 3 وبدل الرقص بالألفات. هتتصدموا وانتوا بتسمعوا حجم ثروة الراقصة دينا. يا ترى جمعتها منين وبتعمل ايه بالفلوس دي، ومين اللي هيورث الثروة دي كلها من بعدها، وحجم ثروتها كام، وايه اللي بتعمله في امريكا، وليه خدت فيلا هناك؟ كل ده واكتر مع مفاجآت مثيرة جدا هتعرفوها معايا في فيديو جديد من حكاوينا. الراقصة دينا تعتبر من أشهر الراقصات مش في مصر والوطن العربي بس، لا ده على مستوى العالم. هي مشهورة جدا وبيجي لها ناس من كل الدول علشان يشوفوها وهي بترقص، وبيقولوا إن هزة وسطها أحسن من أي راقصة تانية. طبعا كل لما تبقى مشهور ومعروف كل ما سعرك يبقى أعلى، وعشان كده أقل حاجة تاخدها في الساعة الواحدة 65,000 جنيه، ولو زاد رقصها عن ساعة بيزيد السعر. ده غير إنها بتروح تدرس الرقص ده في مدارس عالمية في أمريكا ودول أوروبا والخليج. مش بقول لكم مشهورة في كل الدول. وطبعا ده غير إنها بتمثل، ومفيش مسلسل أو فيلم غير لما شاركت فيه. دينا لما بتمثل مش بتشارك في دور صغير والسلام، لا دي بتقدم شخصية مهمة في أي عمل ومساحتها بتكون كبيرة. وأكيد عارفين بقى لما مساحة الفنانة بتبقى كبيرة أجرها بيعدي ال1,000,000 جنيه. كل ده طبعا خلاها تبقى من أغنى الراقصات في مصر، وبقت تنافس رجال الأعمال في الثروة. أصل دينا حريصة قوي على فلوسها، بتبقى عارفة الجنيه رايح فين، وده خلاها تأمن مستقبلها ومستقبل ابنها علي. واشترت فيلا كبيرة في أمريكا علشان ابنها يقعد فيها بحكم إنه بيدرس هناك وعايش حياته كلها فيها. هي كمان بتروح أمريكا كتير بحكم إنها تشوف ابنها، وكمان تدرس في مدارس الرقص، وبتحيي حفلات رقص في مدن امريكا المختلفه. ما اقولكوش بقى على موقع او فخامه الفيلا بتاعتها هناك، سعرها هيعدي ملايين الدولارات. هنا بقى في القاهره عندها بدل الفيلا 3 وفي احسن وارقى المناطق، وطبعا تشطيب ال3 على اعلى مستوى. وكانت جايبه لهم مهندسين من بره مصر مخصوص علشان يعملوا ديكورات فخمه تليق بمقامها، وتقدر بقى تقابل فيها كل صحابها الفنانين ورجال الأعمال وكمان الراقصات، وهي مرفوعة الراس لفوق علشان تليق بأغنى راقصة في مصر. والحقيقة إنها ما اكتفتش ب3 فيلل في القاهرة بس، دي كمان اشترت شقتين فخمين قوي في الساحل الشمالي، لأنها بتقضي أغلب الصيف هناك عشان بتقدم حفلات رقص للناس. وما أقولكوش طبعا على أسعار حفلة من حفلاتها بتبقى غالية جدا إزاي، وده طبيعي لأن ده الساحل الشرير ومعروف بأسعاره. دي كمان ما شاء الله جايبة بدل العربية 6 وكلهم من أغلى وأحدث أنواع العربيات، وكمان المجوهرات ألماس حر على ذهب، ودي بقى يمكن معدية ال100 كيلو. وبدل الرأس عندها بالألفات، وأكيد ما عندهاش بدلة أو 2، أكيد عندها فوق ال200 بدلة مثلا، لأنها كل ليلة بتظهر ببدلة مختلفة. ده غير ثروتها في البنك اللي معدية 250 مليون جنيه. فقولوا لنا بقى إيه أكتر حاجة فاجأتكم في ثروة دينا الراقصة؟ قولوا لنا في التعليقات.